السلام عليكم. اليوم غنحكي لكم واحد القصة ديال واحد الجدة والحفيدة ديالها، اللي هي قصة على سوء الظن. هذه كانت واحد الدار فيها ساكنة فيها واحد الحفيدة مع الجدة ديالها. ايوا واحد النهار بالليل قبل الفجر، وهي الجدة ضربها الفيقة، سمعت البنت تلبس حوايجها. ايوا وفاقت قبل الفجر ودارت قهيوة وجلسات تشوف البنت تلبس حوايج ديالها بالزربة. جات الجدة دارت في البنت، قالت علاش تلبسي هاد الحوايج دابا، وشنو هاد الطيش هذا اللي قاسك، وفين خارجة في هاد الصباح بكري وخارجة قبل ما يطلع النهار. جات البنت دارت في الجدة ديالها، قالت لها الجدة ديالي انا ماشي من داك البنات اللي تيقيسهم الطيش ولا هذا، انا اليوم راه عندي غادي نمشيو في الطيارة باش نحضر لواحد الافتتاح ديال واحد المستشفى اللي دارت الجمعية ديالنا، ومن بعد الظهر غادي نولي عاوتاني نرجع في الطيارة ونجي. جات الجدة دارت في الحفيدة ديالها، قالت لها وعلاش ما تمشيش نتينا تمشي في الطيارة، علاش ما تمشيش في التران مرة عاوتاني تولي. ايوا جات الحفيدة جاوبت الجدة ديالها، قالت لها راني الا مشيت في التران غادي نضيع الوقت بزاف وما يلحقنيش. جات الجدة قالت لها نتوما صافي عندكم الوقت دابا، هاد الجيل هذا الجديد غير تيبلع في الوقت، صافي حنا شحال هادي كنا تنبلعوه الوقت وتنمضغوه وهذا وتنبداو نجترو فيه باش تنحسو بالحلاوة ديال الوقت وهذا. جات الحفيدة جاوبت جدة، قالت لها عندك الحق، العمر راه تيدوز بينا دغيا، وديما ما عرفناش هاد الواجبات وهاد المسؤوليات اللي ولات علينا، ولينا الدنيا ما حاسينش بها. ودابا جدة انا والله الا ما غادي نمشي نديرو افتتاح ديال الطبيب، والثقة ديالك عمرها ما تخيب فيا. ايوا جات الجدة المهم فهمات القصة وفهمات المنطق ودعات معاها وقالت لها سير الله يعاونك طريق السلامة. ايوا نتمنى هاد القصة تنال الاعجاب ديالكم، وتنشكر المشاهدين اللي تيدعمونا، وكذلك حتى المشاهدين الجدد تنتمناو يشتركوا في القناة ديالنا. شكرا لكم.